السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفيعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعيني ومتابعين قناتي وقناتكم قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهاردة. حابين نتكلم النهاردة عن موضوع الفراخ البلدي، الفراخ اللي احنا بنكون مربينها عشان موضوع البيض. فطبعا بما ان الهدف من تربيتها هو البيض، فعايزين نزود كمية البيض بأي طريقة. هقول لكم في الفيديو ده على سر من اسرار زيادة انتاج البيض. السر ده هيفرق معانا جدا، فرق كبير جدا. هي حاجة بسيطة كده، مجرد 3 معالق كده هنقدمهم للطيور بتاعتنا، هيكونوا كنز كبير جدا بيزود انتاج البيض عندك. يمكن لأزيد، ممكن يزودوا يمكن لدرجة 100%. فهتلاقي عندك كمية بيض جامدة جدا لو مشينا في الفيديو ده على الخطوات والحاجة اللي هقولك عليها تعمليها، هتلاقي زيادة جامدة جدا في انتاج البيض. 3 معالق بس من الحاجة اللي هنقدمها دي يعتبروا كنز لزيادة انتاج البيض، هيخلوا الفراخ بتاعتنا يعني تدي انتاج بيض كتير جدا، انتاج سريع جدا. يعني مش هنعمل الخلطة وننتظر بقى شهر 2 3، لا، مجرد ان احنا نديلهم الحاجة اللي هقولكوا عليها في الفيديو ده. مش هننتظر وقت طويل عشان نشوف النتيجة. حتى لو كانت الفراخ اللي عندك دي فراخ كبيرة في السن، حتى لو كانت الفراخ اللي عندك دي انتاجها ضعيف، برضو السر ده والثلاث معالق دول هيكونوا مؤثرين جدا على صحة انتاج البيض. هيكونوا مؤثرين على صحتهم وعلى انتاج البيض. هقول لكم النهارده، احنا جربنا الموضوع ده مش مره واحده، لا جربناه كتير، ودايما الثلاث معالق دول بيفرقوا معانا جدا. ناخد بالنا ان هم موجودين عندنا في البيت، رخاص جدا، يعني هيكونوا ارخص من اي فيتامينات هتشتريها من البيطري، هيكونوا اقوى من اي منشط لانتاج البيض. حاجة كده يعني هتوفر لنا كتير جدا، هتوفر عليكي وقت ومجهود كبير جدا. وده في النهاية انت هتشوفيه بنفسك، هتشوف التأثير الايجابي بتاع الثلاث معالق دول. طبعا لو الفراخ بتاعتك كبيرة في السن، انتاجها ضعيف، وقفت انتاج بيض خالص لأي سبب من الأسباب، ما عدا سبب القلش ده حاجة طبيعية، لازم الطيور بتوقف في انتاج البيض او انتاج البيض بيقل فيه. في اسباب مرضية، الاسباب اللي بتتعلق بالاعضاء بشكل عام. لو بتبيض يوم وبتوقف يومين كده بيكون انتاجها ضعيف. كل ده هنحله ان شاء الله معانا في الفيديو ده بالثلاث معالق اللي موجودين عندنا في البيت. الخلطة دي هترجع الفراخ كأنها لسه صغيرة او كأنها لسه مبشرة بالبيض، عشان نفهم السر الحقيقي ده. لان السر مش بس في المكونات، في مشكلة بتوقف انتاج البيض. لازم بنمر على بعض الاسئلة كده، ليه الفراخ بتقطع بيض؟ مش دايما بيبقى قلة علف، او نوع علف سيء، او موسم وحش، او برد. في حالات كتير جدا، في مشكلة ممكن تكون مشكلة اساسية زي مرض. بيبقى دي هي المشكلة الأساسية واللي لازم نعالج المرض في الأول. في مشكلة زي ممكن نقص الكالسيوم، نقص الأملاح المعدنية، نقص تنشيط الدم بشكل عام، الخصوبة قليلة. الحاجات دي لو ما أخدناش بالنا منها للأسف الطيور بتاعتنا مش هتدينا إنتاج خالص، خصوصا لو هي الفراخ بتاعتك كبيرة، بيبقى محتاجة الحاجات دي تدعمها. اللي هي أكيد المخزون بتاع الفرخة ومفهوش الكلام ده كله، لان هي كبرت، فشيء طبيعي ان هي لما بتكبر بيبدأ انتاج البيض يقل. احنا بقى عايزين نرجعها تكون لسه شباب او لسه بادئه بيض او فالخلطة بتاعتنا النهاردة دي، الخلطة دي مش دواء، مش هرمونات ولا حاجة تضر. ده حاجة كان زمان، ايام زمان الناس اللي كانت بتربي طيور اجدادنا كانوا بيعملوها بس بطريقتهم. يعني هجمع لكم المكونات والطريقة الصح والكمية الصح والتوقيت الصح عشان نشوف نتيجة ان شاء الله من اول اسبوع، مش مجرد كلام فاضي. لازم نعرف ايه الفوائد بتاعة الخلطة بتاعتنا دي. هي بتقوي قشرة البيض،
بتزود عدد البيض وكثافته، وكثافة عدد البيض اسبوعيا ويوميا وشهريا. بتقلل البيض اللي قشرته ضعيفة، اللي هو طبعا عارفين ان هو البيض البريشت بيبقى مش موجود تقريبا. بترجع شهية الطيور بتاعتنا، بترجع شهية الفراخ مرة تانية، بتنشط المبايض، بتخلي الدم يتدفق بصورة اكبر، الخصوبة بترجع بشكل كبير. في الغذاء للمبيض بيبقى زيادة في انتاجية البيض، في الاخر بتبقى اكتر بكتير عما هو معتاد او انت متعودة. بس ناخد بالنا ان الخلطة دي مش بس للفراخ، الخلطة دي بتنفع لكل انواع الفراخ، سواء البلدي الابيض، بتنفع للسمان للبط الحمام، بس لو اتعملت غلط بتبوظ النتيجة. لازم نعرف المحاذير اللي لازم نبعد عنها واحنا بنستخدم الخلطة القوية دي. هما 3 معالق بس هنجيبهم. معلقة قشر بيض مطحون، ده بيكون مصدر كالسيوم طبيعي 100%، بيعمل على تقوية القشرة، بيشغل المبايض بشكل كويس جدا. معلقة من الملح، ملح الطعام العادي معلقة صغيرة. يبقى هنا احنا قلنا معلقة من قشر البيض المطحون الناعم، معلقة كاملة من الملح بتاع الطعام بتاعنا بس صغيرة، لان هي طبعا هتنظم الاملاح في جسم الفراخ وده مهم جدا. غير ان الملح برضو بيفتح الشهية، بيخلي الفراخ تاكل اكتر، ودي نقطة مهمة في الظروف اللي احنا فيها. الطيور بدأت شهيتها بتقفل وتقل، فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا من الموضوع ده، ونبدأ ان احنا نزود الشهية باستخدام الملح او باستخدام اي حاجة تانية. الملح ده مهم جدا لتنشيط الاعصاب، او بتخلي صحة الطيور كويسة، مناعتهم كويسة، بيستفيدوا استفادة كبيرة من اي اكل بيخش جسمهم. معانا برضو معلقة من الفلفل الاسود المطحون، ده بينشط الدورة الدموية زي الشطة كده، بيدفي جسم الفرخة طبعا في البرد، ودي نقطة مهمة جدا نكون حاطينها في دماغنا، وبيخلي الامتصاص سريع جدا. دول بيتحطوا على بواقي اكل البيت، بواقي اكل البيت رز، بواقي عيش، خضار، لكن مش بنحطه على العلف الناشف، ممنوع. ليه بقى؟ عشان الفرخة تاكلهم كلهم وما تسيبش حاجة، ده اولا. وعشان احنا لو غلطنا وحطينا اي مية او اتسربت مية جوه العلف، العلف ما بينفعش يتخلط بالمية نهائي، ما ينفعش، لازم نبعده عن المية وعن اي حاجة فيها رطوبة. فبيفضل تقديم العلف زي ما قلنا. هنخلط ال3 معالق دول كويس جدا، هنضيفهم على بواقي الاكل، هنقدمهم مرة واحدة في الاسبوع، مش هنزود الكمية على كده. هنستخدم الكميات اللي قلنا عليها. الزيادة في الخلطة زي كده مش هتزود البيض، لا دي ممكن تقلل البيض. افضل وقت لتقديم الخلطة دي او اللي هنحطها على وش الاكل بتاعنا الصبح بدري، قبل العلف الاساسي او على جوع بشكل عام، عشان يستفيدوا من الخلطة وما يهدروش اي حاجة فيها، وتبقى الفايدة عامة وكبيرة، وان شاء الله نستفيد كلنا. المهم ان احنا طبعا مش هنعتمد الخلطة دي لوحدها، احنا بنعتمد على الطيور بشكل عام. الطيور بشكل عام صحتها تكون كويسة، ناخد بالنا من صحتهم ومناعتهم، نبعد عنهم اي حاجة ممكن تضرهم او تضعف المناعة او تضعف قدرتهم بشكل عام. لو عملنا كل الحاجات اللي قلنا عليها في الفيديو ده، هيكون مش هيكون عندنا نقص في انتاجية البيض. حتى لو الفراخ بتاعتنا كبيرة انتاجها ضعيف، كبرت في السن، هترجع تدي لنا انتاج كويس تاني لو اهتمينا بيها. نهتم بكل الحاجات اللي قلنا عليها في الفيديو ده، مش محتاجين الا الحاجات دي من غير ما نزود حاجة ولا ننقص حاجة، لان اي حاجة زيادة سواء في الاكل او في الشرب بتضر، واي حاجة برضو بتنقص في الاكل او في الشرب او في الاهتمام برضو بيكون لها تأثير سلبي على صحة الطيور بتاعتنا بشكل عام. فنمشي على الموضوع مظبوط، وان شاء الله النتيجة هتكون كويسة. حبايبي ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهاردة. متنسوناش يا حبايبي باللايك لدعم القناة، ولو اول مرة تشوفوا قناتي اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد على قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.